فتحي عبد الوهاب بدأ التمثيل بالصدفة. تزوج مرة واحدة، ومن هو أكثر فنان أثر فيه؟ ولد فتحي عبد الوهاب عام 1971 بالقاهرة. تخرج فتحي من كلية التجارة. بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة بالصدفة، حينما أدى دورا لزميل له اعتذر عن إكمال الدور، ليحترف التمثيل بعد ذلك ويقدم أول أعماله مسرحية بالعربي الفصيح عام 1991 مع محمد صبحي. لكن انطلاقته الحقيقية جاءت مع مشاركته في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998، وفي فيلم ثقافي عام 2000. تزوج فتحي عبد الوهاب مرة واحدة من الفنانة والمخرجة عبير لطفي، بعد قصة حب قوية بينهما بدأت في بروفات إحدى المسرحيات، ومستمر زواجهم حتى الآن في حب وتفاهم، وأثمر عن ولد هو تيم الله وبنت هي حلا. قال فتحي عبد الوهاب أن أكثر شخص أثر في مسيرته الفنية هو الفنان صلاح عبد الله، لأنه قال له منذ البداية أنه سوف يكون نجما كبير. يبلغ عمر فتحي عبد الوهاب 52 عاما.